السلام عليكم، حياكم الله. عيسى العذري قبل أيام تكلمنا عنه على أساس أنه جماعة الحوثيين بعد ما شاهدوا الفيديو حق أم عيسى العذري عندما خرجت بتناشد السيد وبتناشد جماعة الحوثيين أن يطلقوا سراح ابنها عيسى وأن يطمنوها على عيسى حتى ولو باتصال. فتواصل معي أحد من أخوان عيسى بعد ما عملنا الفيديو بيومين، قال انهم تواصلوا مع بعض جهات امنيه وقالوا باذن الله انهم بيخلوا عيسى يتواصل مع امه بالهاتف وان الامور مبشره بخير. ولكن اليوم تفاجأت بكارثه كبرى ومن معلومات ومصادر مؤكده تماما انه عيسى العذري مسجون عند ابو هاشم مدير الامن السياسي في محافظه ابن، وجالس بيمكنه الا سلخ وضرب وتعذيب وجلد، وان عيسى العذري طارحينه في زنزانة حتى الحيوانات لا يمكن أن تعيش داخلها. فجماعة الحوثيين كنا نفتكر أن فيها شوية رحمة وشوية إنسانية وشوية مروة لهذه المرأة الشايبة أم زكية، حتى ولو قليلا من الإنسانية أو الرحمة أنهم يخلوا عيسى يكلم أمه هاتفيا. ولكن للأسف الشديد وصلت القساوة في هذه الجماعة إلى هذه الدرجة أنهم حتى ما خلوه يكلم أمه كلام هاتفيا. فكان يفترض عليكم يا جماعة الحوثيين أن ترحموا هذه المرأة الشايبة وأن تخلوها تطمن على ابنها عيسى، لا قدر الله وأصابها مكروه أو شيء ما. حتى وإن أخطأ عيسى العذري بحقكم فالعفو والصفح من شيم الكرام. والعمل الهمجي والتعسفي الذي قمتم به ضد عيسى العذري وقمتم بسجنه وإدخاله داخل زنزانة لا تعيش فيها إلا الحيوانات، هذا ليس عمل دولة إنما عمل عصابات، وإلا كان يفترض عليكم أن تقدموا عيسى العذري إلى النيابة ومن النيابة إلى المحكمة. أما هكذا ضرب وسلخ وجلد، هذه لا هي دولة، هذه عصابات، هذه ميليشيات، ما رحموا حتى امرأة شايبة. تكلمنا في فيديوهات سابقة أنكم فيكم الخير، ولكن أنتم لا تمتلكون حتى 1% من الخير، ولا حتى عندكم ذرة إيمان أو ذرة إنسانية أو ذرة رحمة أو ذرة مروة نهائيا، ولم ترحموا هذه المرأة الشايبة، بل أيضا قمتم بتعذيبه داخل الأمن السياسي على يد المدعو أبو هاشم مدير الأمن السياسي. ولكن تعلموا أن التاريخ لا يرحم وأنه يسجل ما له وما عليه. وتحياتي لكم وفي أمان الله.